السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا عاملين ايه؟ طبعا دلوقتي اول ما تشوفوا القالب ده هتقولوا ان انا عاملاه ب3 4 لتر حليب، لكن الحقيقة غير كده خالص. انا عاملاه بلتر حليب واحد، وهتشوفي مش شكل بس، لا ده قوام وطعم وجمال وحاجة زي حاجة جميلة جدا. بصي مش هتستغني عنها طول الصيف ولا حتى طول المدارس، هتستخدميه دايما ولازم تعمليه على طول. هتبقى اوفر لك كتير كمان عن اللي انت بتشتريه من بره. ويلا نسمي بسم الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الوصفة بتاعتنا. الوصفة بتاعتي سهلة جدا، هنحتاج هو لتر حليب واحد، اللي هو الحليب البلدي. انا عايزة كيلو واحد بس، يعني لو حليب مبستر ما ينفعش، انا عايزة اللي هو الحليب البلدي. تمام. هنجيب لتر حليب، وهنجيب وعاء فاضي، هبتدي ان انا افضي فيه اللتر الحليب كامل بالشكل اللي انت شايفه ده، بس لازم يكون حاجه واسعه علشان اقدر ان انا اقلب فيها. هبتدي ان انا احطها على نار هاديه خالص، نار متوسطه، وهفضل اقلب فيها زي ما انت شايفه كده. هجيب معايا كمان من المكونات بتاعتي معلقتين من الزبدة. اي زبدة انت حباها، زبدة نيوزيلندي، زبدة فيرن، زبدة اي حاجة، دي اللي انا بستخدمها دي زبدة فيرن. هستخدم معلقتين كبار، وبرضو هبتدي ان انا انزل بيها على نار متوسطة، هفضل برضو مستمرة في التقليب علشان ما يتحرقش مني. وبعد كده هجيب نص كيلو، نص كوباية من الحليب، او لو ما فيش هتجيبي نص كوباية مية وتحطي عليها 4 معالق من النشا، وهتبتدي ان انت تقلبيها كويس جدا علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. وطبعا الحليب بتاعك محطوط على النار هو والزبدة على نار متوسطة جدا، وبرضو مستمرة في التقليب علشان برضو ما يتحرقش منك. تمام. بعد كده بعد ما طلعته من على النار وبعد ما قلبت الزبدة، هنزل بيه بالنشا واللبن اللي كان معايا. هنزل وبرضه هستمر في التقليب برضه على نار متوسطة لحد ما النشا بتاعتي تستوي وما يكونش فيها طعم النشا اصلا. هجيب معايا بقى قطعة من الجبنة اللي هي المزبدة او البراميلي، اي نوع جبنة انت حباه، عشان نوع الجبنة اللي انت هتحطيه هو ده اللي هيطلع لك بيه طعم القالب اللي انت هتطلعيه. يعني انا طلعت جبنة مزبدة طعمها خطير خطير بجد، مش هتستغني عنها. هبتدي ان انا انزل بيها كمان، وبعد كده هبتدي اقلب لحد ما تسيح مني، وبعد كده هنزل بالهاند بلندر علشان ادوب برضو إيه لو فيها اي قطع متكتله ولا حاجه انعمها خالص. حسيت بعد ما دقتها كده، حسيتها ان هي دلعه برضو سنه، رحت حاطه لها معلقتين من الملح. اجيب بقى القالب بتاعي، اي قالب بقى عندي، اي علبه مثلا انتي عايزه تعملي فيها، حطيت فيها كيس على اساس ان انا اقدر ان انا اقلبها واقدر اقطع منها براحتي. ماشي. هنزل، بص القوام بتاعها، بصي المطه بتاعتها عامله ازاي، طعم وقوام جميل جدا بجد، مش هتستغني عنها. وفعلا طلعت موفره موفره جدا معايا. هجيب بقى القالب بتاعي وابدا ان انا انعم كده الوش بتاعها، واقفل كده برضو بالكيس، وهبتدي ان انا احطها لمده يوم كامل. او انا ما استحملتش، ما استنيتش اصلا عليها يوم كامل، قعدت معايا بالظبط ساعتين، ساعتين بس في التلاجة لحد ما هديت وبردت وايه وتماسكت ومسكت نفسها تمام. ماشي. اجي بقى بصي هوريكي شكلها بعد الساعتين، يعني مش تاني يوم، هي المفروض تاني يوم هتتماسك اكتر، لكن كده هوريكي شكلها كده بعد الساعتين بالظبط. هو ده الشكل بتاعها وهو ده القوام بتاعها. بصوا شكلها جميل ازاي، وطعمها مش قادره اقولك على حلاوتها، فعلا مزبده ناعمه قوي وكريمي قوي وحاجه كده، يعني وهم. اتمنى ان انت تجربيها، ولو جربتيها يا ريت تبعتي لي تطبيقاتك على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك، وهنزلها لك وهقول ان دي من تطبيقاتك. فعلا جميله جدا وفعلا تستحق التجربه. اتمنى لو اول مره تشوفي الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك للقناه يا قمر عشان يوصل لك كل جديد. وما تنسيش الفيديو الجاي عن الفينو، يعني هتبقي تعملي حاجتك كلها في البيت. وما تنسيش الشير كتير علشان انتي تستفيدي والكل يستفاد بيه. باي باي.